نرد على الاستفسارات بتاع حضراتكم بناء على الأسئلة اللي جات لنا على الجروب. فريق التغذية الموجود في التيم عندنا في دكتورة أماني، وفي الطاقم المساعد ليها أخصائي تغذية واستشاري تغذية علاجية. طبعا ده هو اللي بيتابع المرضى بعد العملية، وهو المسؤول عن تنظيم التغذية بعد العملية. والنظام الغذائي اللي موجود عندنا بعد عملية التكميم بيبقى مقسم إلى 4 أجزاء. الجزء اللي هو بتاع أول أسبوع ده بيبقى عبارة عن سوائل شفافة، والفكرة منه إن أنا احافظ على المعده، لان هو ستيل لسه في دباسات موجوده جوه المعده، مش نظام ريجيم ولا حاجه، لكن هو عشان يخفف الضغط شويه على المعده. تاني اسبوع بتبقى سوائل غامقه، ممكن زبادي، ممكن حاجات زي الشوربه وكده. من الاسبوع الثالث نبدا ناكل السيمي سوليدز او الحاجات اللي هي الناعمه او الحاجات السوفت، وبعدين الاسبوع الرابع ممكن نرجع للاكل.